هو النادي الاهلي مع روبيرو النهارده ما خسرش من بيراميدز، يعني مش مجرد خساره من بيراميدز، ولكن الاهلي مع روبيرو افقد هويه النادي الاهلي. النادي الاهلي اصبح بلا روح، بلا هويه، بلا شكل، بلا تكتيك، بلا اي حاجه خالص. فكره النادي الاهلي وفكره روح الفانيلا الحمراء، وفكره ان انت بتلعب لاخر دقيقه في المباراه، وفكره ان انت حتى في اسوأ حالاتك ان انت تكسب، الكلام ده كله ضاع في وجود شخصيه زي شخصيه ريبيرو. شخصيه ضعيفه، مدرب ضعيف جدا، مدرب بلا تكتيك، بلا هويه، بلا روح، مدرب بارد. فبالتالي شكل الفريق بيبقى شبه المدرب. فبالتالي اللعيبه نفسها اكتسبت البرود من المدرب. اللعيبه، انت بتتفرج على النادي الاهلي وكانك ما بتتفرجش على النادي الاهلي. يعني هويه النادي الاهلي اختفت، تكاد تكون منعدمه النهارده. انت يعني بتلعب بكل جماهيرك داعمه، واقفه في ظهرك من اول مباراه لاخر مباراه، بتشجع وبتدعمك وفي ظهرك ومش سايباك. وانت في برود غير طبيعي. ليه؟ لان الهويه بتاعت النادي الاهلي سيبك بقى من التكتيك وبس، والشكل العام ولعب الكوره. لان النادي الاهلي دايما معروف عنه ان هو البلاس 90، معروف عنه ان النادي الروح، معروف عنه روح الفانيلا الحمراء. ولكن انت مع المدرب اللي موجود حاليا اصبحت بلا هويه النادي الاهلي اختفت تماما. انت يعني ده يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه، لان شيء مستفز. وهل تعتقد ان اداره النادي الاهلي هتصر على روبيرو هيكمل مع النادي الاهلي؟ يعني ما اعتقد هيبقى قرار يعني مش سهل. ولكن الراجل عنده مشاكل كتير جدا 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 جدا. فنيا الثلاث خطوط بعيدة عن بعض تماما، ثلاث خطوط بعيدة عن بعض بطريقة غير طبيعية. تمركزات لعيبة كأنها لعيبة بتلعب في مركز شباب، عارف انت اللي هو النظام الخماسي. يعني لعيبة النادي الأهلي ما عندهاش تمركز إطلاقا، ولا دفاعيا ولا هجوميا ولا أي حاجة خالص. مفيش طعم، ما فيش لعب كورة. يعني انت مش بتخسر وبتلعب كورة. لا، انت ما فيش موجود. انت مش موجود، انت ما فيش اهلي الموضوع. يعني الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب. وسبب من اسباب اللي احنا فيه دي كلها النفخ الاعلامي الغير طبيعي. لان كلنا بلا استثناء كنا بنقول ان النادي الاهلي بالصفقات اللي معاه دي هياكل الاخضر واليابس. النادي الاهلي بالصفقات اللي معاه بيتعادل مع مودرن وبيخسر من بيراميدز وبيتعادل مع غزل المحله 0-0. مفيش شكل، مفيش اهلي. يعني النادي الاهلي شخصيته وروحه وروح الفانيلا الحمراء ضاعت تحت قيادة خوسيه ريبيرو، لان هو مدرب اقل من امكانيات النادي الاهلي بمراحل. لان انت معاك افضل اسكواد في افريقيا، ولكن مفيش اي نتائج، مفيش اي شغل حقيقي بيحصل، مفيش اي حاجة شايفينها على ارض الواقع. اخسر يا سيدي بس العب كورة، اخسر يا سيدي بس يبقى ليك شكل، اخسر يا سيدي بس اعمل حاجة. انما انت معدوم الهوية، معدوم الشخصية، معدوم الروح، معدوم التكتيك، معدوم الفنيات، معدوم كل حاجة. قلتها اول ما الراجل ده مسك ان انا مش متفائل بيه، وكنت مع عمادي النحاس ان هو يكمل مع الاهلي في كاس العالم للانديه. وكان لو كان عمادي النحاس مع الاهلي في كاس العالم للانديه عمل اداء سيء، كنت ممكن ساعتها تشوف مدرب، لان كان هيبقى معاك وقت طويل، كان هيبقى معاك معسكر اعداد. الراجل ده عمل كل حاجه، اتوفرت له حاجات كتير ما كانتش بتتوفر لمدربين كتير قبل كده. معسكر اعداد، مباريات قويه جدا، 3 مباريات في كاس عالم انديه، رجعت عملت معسكر اعداد في تونس، رجعت القاهره عملت مباريات. الراجل ده توفر له كل حاجه علشان يطلع كل اللي هو عنده، ولكن هو ما عندوش حاجه يطلعها مع النادي الاهلي. ففي توقف دولي جاي، فهنشوف مجلس اداره النادي الاهلي هيعمل ايه. ولكن الواقع اللي محدش يقدر ينكره ان ريبيرو مش شبه النادي الاهلي اطلاقا. والنادي الاهلي مع ريبيرو فقد شخصيته وفقد روحه وفقد شكله وفقد كل حاجه. والراجل ده لو هو عنده حاجه ما طلعهاش، ولو هو عنده حاجه احنا مش شايفينها وما خرجتش الفتره اللي جايه، بدون اي تفكير لازم الراجل ده يرحل مع اول تعثر ممكن يحصل لك تاني. لان الجماهير مش هتستحمل ومش هتصبر عليك اكتر من كده.